تعالوا قضوا معانا النهارده يوم فلاحي. يعني يوم فلاحي يعني يوم اللي بيعيشوا اغلب الفلاحين في اغلب قرى مصر. فالاول هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ولازم علشان نروح الارض بتاعتنا نعدي من المقابر كده. فاحنا داخلين نقول السلام عليكم انتم السابقون ونحن اللاحقون، وربنا يرحمهم جميعا ويعفو عنا ويرحم اخواتنا في فلسطين يا رب، ويتقبل شهدائهم وينصرهم نصرا عزيزا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. وطبعا زي ما تعودنا ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ونقول اللهم بارك، وربنا كده يجعل الايام اللي جايه كلها سعاده يا رب وفرج على المسلمين جميعا. موسم الحصاد ولم المحصول ولم الزرع ده بيكون يوم بنعتبره يوم شقة ويوم بهجة في نفس الوقت، اللي هو الفلاح بيلم بقى ايه شقة الموسم او شقة نص السنة بتاع التعب اللي تعبه يعني. فما شاء الله اللهم بارك. طبعا كلنا في اليوم ده بنكون ايد واحدة، اللي بيخيط واللي بيشيل من الكوم واللي بياخد الرز من الدراسة يحطه في الشكاير. فانا بصراحة مهمتي اغلب الايام يعني بيكون في التخييط. تمام. فالحمد لله اليوم ده عدى على خير. نعتبر الدرس ده مثلا كان الصبح، بنلم بعض وبنخلص واليوم بيعدي على خير الحمد لله، وكل واحد بعد كده ايه بينتشر في مكانه. بعد كده حبيت بقى ان انا اشارككم في تجهيز الغدا اللي هنتغداه النهارده. هنعمل ايه؟ هنعمل سمك مشوي على القانون. طيب ما احنا مش عندنا قانون يعني مش متجهز عندنا قانون. بصوا بقى رصيت كده 5 قوالب طوب فوق بعض زي ما انتم شايفين، وحطيت الصاجة، ومعايا 2 كيلو من السمك الشبار. انا بصراحة كان نفسي افتحه من جوه بس ما كانش في وقت، والست اللي انا اشتريته من عندها كمان من المكان ما كانش مهيأ ان هي تنضف لي بطنه من جوه. فقلت مش مشكلة، انا هشوه مقفول زي ما هو، وعلى فكرة ينفع عندنا عادي مفيش اي مشاكل. غسلت السمك غسلة حلوة زي ما انتم شايفين. جايبة السمك بقى اللي هي الراس الصغيرة دي وظهرها تخينة كده والسمكة ناشفة في ايديكي. عصرت عليه عصير ليمونة، وحط عليه كمان شوية ملح على فكرة، وهسيبه كده منقوع شويه صغيرين لحد بس ايه ما اولع القانون. عندنا بقى في الفلاحين بنولع القانون بايه؟ كله من الذره. يعني الكوالح بتاعه الذره واللي انتوا شايفينه قدامكم ده القشر بتاع الذره، احنا بنسميه برضو عندنا الغلاف، غلاف الذره. تمام. الولعه بقى هتدق كده زي ما بنقول او هتدج زي ما بنقول، وبعدين ايه نبدا بقى ان احنا نظبط الولعه. ومعايا صينيه حطيت فيها رده. بصوا استخداماتنا كلها النهارده من عندنا او اغلبها يعني. الرده فضيتها في الصينيه، والرده دي طبعا قشر القمح اللي برضو احنا بنزرعه. غلفت السمك بالشكل ده كده، والصاج سخن، واهم حاجه الصاج يسخن كويس قوي. بصوا بقى انا بحط عليه الرده بتتحرق على طول. فانا هحط بقى السمك بالشكل ده كده، وفي الاول بتكون النار شديده شويه يعني خلاص الولعه دقه زي ما بقول لكم. بعد كده بهدي ايدي شويه يعني خلاص بقى ما بحطش كوالح ولا بحط غلاف ولا اي حاجه خالص، بسيب الولعه بقى تهدى براحتها كده علشان خاطر السمك يستوي على الهادي. في الوقت ده طبعا انا اللي فضيتها في الطبق الاصفر اللي قدامكم ده خلطة ثوم بفلفل، ضربها في الكبة او في الخلاط. بعد كده هقطع عليها يعني بتاع 5 6 حبات طماطم على حسب ما بتحب ايه الكتير في دقة السمك بتاعك. انا حطيت مثلا قولي راس ثوم مفرومة مع حبايتين من الفلفل وفرمتهم، وهقطع كمان حبايتين فلفل تانيين، وهقطع فوقيهم 5 حبات طماطم زي ما قلت لك. طبعا انا قاعده جنب السمك والخضار بتاعنا غسلته برضو وانا قاعده جنب السمك، وبقلب فيه بقى من وقت للتاني زي ما حضراتكم شايفين علشان خاطر اطمن بقى ان السمك استوى ايه كويس يعني. وحطيت شويه قوالح كده في الباب بتاع القانون علشان خاطر بس يسخنوا كويس، على اساس ان انا لسه متبقي معايا رصه سمك تانية يعني تفضل الولعه شغاله. خلاص هنا بقى خلاص قطعت بقى الطماطم، وكمان هعصر عصير ليمونتين. ممكن تضيفي بقى شوية خل، وكمان ضفت مقدار كوبايتين من المية اللي هي كوبايتين مثلا شاي، ومعايا معلقة كبيرة من الملح. والملح ده بقى انا مشكلاه في البيت يعني، حاطة ملح وكمون وكزبرة مطحونة وفلفل اسود وبصراحة بس كده. تمام. هبقى هظبط بقى الحدق بتاع المية. خلاص لقيتها مظبوطة جدا وزي الفل. نركنها بقى على جنب شوية كده، وهنوقف السمكة على بطنها. انا قلبت السمكة مرتين، على مرة على الظهر ده ومرة على الظهر ده. هقلبها على بطنها بقى علشان خاطر اطمن بقى ان هي تكون مستويه حلوه قوي. بصوا بقى بفتح الخياشيم بتاعتها خلاص طالما ما فيهاش اي دم بتكون خلاص كده تمام. اي سمكه بقى محتاجه ان هي تتساب شويه على ظهرها عادي ما عنديش اي مشكله، كل اللي يهمني ان السمك اللي معايا يستوي كويس. حطيت لايك بقى وكتبت لي كومنت ولا لسه؟ كتبت لي تسلم ايدي ولا لسه؟
بصراحة أحلى أكلة، أحلى أكلة تاكليها بقى إيه في الوسع كده، ولا نزفّر بقى الشقة ولا أي حاجة خالص. كان عندنا أحد الأفراد اللي هياكلوا معانا مُعترض على السمك وقال أنا عايز رِنجة، فجِبت واحدتين رِنجة بالشكل ده بقى وقُلت بقى نشويهم على الصاج بالمرّة. وباقي التتبيلة اللي كانت على السمك اللي كانت في دقة السمك خدتها بقى على الوش، وشايفين بقى المنظر يا ولاد حاجة كده إيه لوز اللوز زي ما بيقولوا. في الصينية بقى تانية حطيت شوية خضرة، وقطّعت طماطم، وقطّعت بصل وفلفل وليمون برضه علشان خاطر إيه لزوم تحابيش الأكل يعني. نشيل بس السلسلة دي ونركنها على جنب كده. إحنا كده خلّصنا السمك وخلّصنا الرنجة، ننضّف بقى الصاج ونبدأ إن إحنا نسخّن العيش. وعلى فكرة أغلب الفلاحين أو عندنا كشراقوة يعني بيكون عندنا العيش اللي هو الفلاحي اللي هو مسيرة هاصوره لكم في يوم. آمم بيكون عيش كبير كده بيتاكل مع الأكلات اللي زي كده. فمش متوفّر عندنا بصراحة دلوقتي. المهم تعالوا بقى على ما ناكل، نجهّز براد شاي حلو أوي كده، حطينا مقدار كده 5، 6 كوبايات مَيّة، وحطيت عليهم معلقتين شاي وعودين 3 نعناع، وهنقعد بقى نسمّي الله ونقول اللهم بارك وبألف هنا وشفا على قلبنا يا جماعة. وكان نفسي أقول لكم والله تعالوا معانا الغدا. حبينا بقى نتغدى قدّام المنظر الجميل اللي أنتم شايفينه ده. يوم إجازة عند الولاد يعني، فحبينا يعني إيه نقضّي اليوم الإجازة مختلف شوية. أكلنا والحمد لله وحمدنا على ربنا، وربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، ويا رب يشبع كل واحد جوعان. إحنا بقى يا جماعة ما بناكلش لوحدنا، يعني تنضيف السمك المفروض بيترمي القط، إحنا عندنا عادي بنرميه للكلب وبياكله تمام. وباقي تنضيف الخضار أنا رميته عندي فرختين كده رميتهم للفراخ، يعني من الآخر ما هدّرناش حاجة ولا رمينا حاجة. تعالوا بقى الشاي كان غلا، وضبّطنا بقى السُكّر، وصبّينا الشاي بتاعنا، وهنقعد برضه في وسط الزرع كده الجميل نشرب كوباية الشاي دي. وبكده أكون نقلت لكم حاجة بسيطة من يوم الفلاحين. وأتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. وبالنسبة للي طلبوا مني المحشي والحاجات اللي هي بتاعة الفلاحين دي إن شاء الله واحدة واحدة مع بعض نعملها. بس أهم حاجة يكون في تفاعل على الفيديو ده، وإن شاء الله أعمل لكم كل اللي أنتم عايزينه. مع السلامة.